السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. طبعا احنا النهاردة كنا معاكم الصبح من شارع محمد نجيب، وكان لسه الطريق هنا ما اتقفلش تمام، لكن زي ما احنا شايفين اهو الطريق هنا اتقفل وتم اغلاق شارع محمد نجيب من تقاطع جمال عبد الناصر لغاية تقاطع العيسوي. وفوجئنا بعد ما خلصنا الفيديو بتاع الصبح البيان بتاع المحافظة، صدر بيان من محافظة اسكندرية بإغلاق الشارع بالكامل. معناه ايه إغلاق الشارع بالكامل؟ يعني هيتم إغلاق الشارع كمان من هنا من تقاطع جمال عبد الناصر لغاية الملك حفني تمام، وهيتم تسيير حارة وحيدة بس على شمال النفق تقريبا، هتبقى اللي جاية من سيدي بشر، مش عارفين بقى اللي جاية من سيدي بشر اللي جاية من فيكتوريا تمام، بس في الغالب هتبقى اللي جايه من سيدي بشر. هنشوف برضو في خلال الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل وايه الجديد، بس بيان المحافظه كان واضح باغلاق شارع محمد نجيب بالكامل عشان بدء تنفيذ مشروع كوبري محمد نجيب تقاطع جمال عبد الناصر. تقدروا ترجعوا للفيديو اللي احنا صورناه الصبح، كانت المعدات وصلت تمام، والبيان بتاع المحافظة كمان كان فيه ردم النفق بتاع محمد نجيب اللي احنا شايفينه، يعني النفق اللي قدامنا ده هيتردم، وطلعت الكوبري هتبقى من هنا من تقريبا بقى من بعد ما يردموا النفق هتبقى طلعت الكوبري عشان يربط ملك حفني في الاتجاه لغاية البحر. يعني اللي جاي من ملك حفني عايز يروح لغاية البحر هيطلع الكوبري يوصل لغاية قبل العيسوي تمام، واللي جاي من البحر عايز يروح الملك حفني برضه على طول هيجي على طول يركب الكوبري ويكمل لغاية الملك حفني. يعني هيجي من البحر هيركب الكوبري هيوصل عند الملك حفني على طول بدون تقاطعات وبدون اشارات. يعني هنقول وداعا للنفق بتاع محمد نجيب ده في خلال الايام اللي جايه، وهيتم ردم النفق وغلق الشارع بالكامل من اول ملك حفني لغايه العيسوي. وكمان بيان المحافظه كان فيه حاجه تانية، بيان المحافظه كان فيه ان الفتحتين بتوع النفق الناحيه التانية اللي هم في قبل السكه الحديد هيتم فتحهم على بعض. ليه هيتم فتحهم على بعض؟ ده اللي هنعرفه بعد كده عشان نشوف محور محمد نجيب ومحور ملك حفني مع بعض هيتكاملوا او هيتقاطعوا مع بعض ازاي، ده اللي هنعرفه. اكيد هيبقى في ملفات كمان تحت مسار المترو، لان مسار المترو هنا في الجهه دي هيبقى علوي تمام. تعالوا بقى نشوف فتحتين النفق في قبل السكه ونكمل الكلام من هناك. بس دي كانت اخر لقطات بقى، عشان بعد كده هيتم ردم النفق بتاع محمد نجيب زي ما احنا شايفين. النفق ده خلاص هنقول له وداعا، النفق ده هنقول له وداعا قريب خلاص، في خلال الايام اللي جايه ان شاء الله مش هيبقى موجود، وهيحل محله كوبري هيعدي تقاطع بتاع جمال عبد الناصر تمام. دي كان اخر لقطات بعد بيان المحافظه. تقدروا ترجعوا للفيديو برضو الصبح كنا صورنا الاتجاه التاني من بعد تقاطع جمال عبد الناصر لغايه العيسوي. وادي هنا الماكينه بتاعه رفع الكاميرات، رفعت كاميرات كتير هنا واتحركت، بتتحرك من عمود لعمود تمام. خلينا بقى نشوف موضوعنا ونعدي نشوف فتحتين النفق. ادي زي ما احنا شايفين كده فتحتين النفق دول، كده فتحتين النفق اللي بيجيبوا من قبل السكه لبحر السكه. ادي فتحه دي اللي جايه من ناحيه سيدي بشر تمام، والفتحه الثانيه اهي اللي جايه من ناحيه سوق درباله تمام. دول كده النفق هيتردم من هنا، لكن الفتحتين التانيين اللي هم في قبل السكه هيتفتحوا على بعض ويبقى طريق واحد في قبل السكه
ده كان بيان المحافظة النهاردة بعد الفيديو اللي صورناه الصبح. تعالوا نشوف برضو معاكم، نعدي قبل السكة ونشوف ايه اللي هيتم. ده زي ما احنا شايفين كده، دي فتحة النفق اللي جاية من سوق دربالة، تمام، وبتعدي لقبل السكة زي ما احنا شايفين، تمام. يعني ده كده اللي جاي من دربالة وعايز يروح بحر السكة، بيجي من هنا من الشارع ده او من الطريق بتاع سوق دربالة زي ما احنا شايفين اهو، وبيكمل يعدي بحر السكة. طبعا بعد ردم النفق هيتم فتح الجهتين دول على بعض. تعالوا نشوف الجهة التانية اللي جاية من ناحية سيدي بشر ونتكلم من هناك. يعني معنى الكلام ان هيتم فتح الاتجاهين دول على بعض، هيبقوا اتجاه واحد بس في نفس المسار في قبل السكة هنا زي ما احنا ماشيين، مش هيعدي خلاص الناحية التانية اللي هي بحر السكة، تمام. ادي اهو زي ما احنا ماشيين كده في ظهرنا فتحة النفق اللي كانت جاية من سوق دربالة، واحنا كده رايحين على الفتحة اللي جاية من محطة سيدي بشر او من عند الحي، تمام. خليكم معانا نشوف. الفتحة دي هتتفتح من تحت وهيبقى النفق هنا زي ما هو موجود، بس اتجاه واحد في قبل السكة بس، مش هيعدي بحر السكة، تمام. والنفق من بحر السكة او من الجزء البحري هيتم ردمه. طبعا بعد محور محمد نجيب مش هيبقى فيه بحر السكة وقبل السكة، لان هنا هيتم عمل محور ملك حفني وهيبقى فيه ملفات من تحت المترو، تمام. ادي زي ما احنا شايفين ده كده الاتجاه اللي جاي من سيدي بشر، كان بيعدي للناحية التانية من بحر السكة زي ما قلنا كده. خلاص كده بيان المحافظة بقى هنتكلم عنه تاني. بيان المحافظة أكد إن هيتم غلق طريق محمد نجيب بالكامل مع بقاء حارة مرورية واحدة بالنسبة للي جاي من ملك حفني ونازل ناحية جمال عبد الناصر. هل هي هتبقى الحارة اللي جاية من سيدي بشر ولا الحارة اللي جاية من فيكتوريا؟ ده اللي هنعرفه لما يتم غلق الشارع. هنتابع معاكم كل التطورات بالنسبة للمشروع الجديد بتاع كوبري محمد نجيب الجديد، تمام. وهنشوف معاكم كل التطورات اللي بتتم. طبعا المشاريع كترت في اسكندرية واحنا بنحاول على قد ما نقدر نغطي لكم كل المشاريع اللي بتتم في اسكندرية، واهمها طبعا مشروع مترو ابو قير. احنا النهاردة الصبح كنا بنصور فيديو ونزلنا بالليل بعد بيان المحافظة عشان نصور لكم على الطبيعة ونقول لكم بيان المحافظة بيقول ايه بالظبط، تمام. هنسيب لكم برضو بيان المحافظة في اخر الفيديو هنا دلوقتي، الصور بتاعته هتقدروا تراجعوها وتشوفوا الكلام اللي احنا قلناه على ارض الواقع زي ما صورناه لكم دلوقتي. تقدروا ترجعوا للفيديو بتاع الصبح برضو تشوفوه، وما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله. وادي قدامنا اهو بيان المحافظة مكون من صفحتين، بيتكلم على تنويه هام بشأن أعمال مشروع تطوير محور محمد نجيب. 1. إنشاء كوبري عند تقاطع محور محمد نجيب أعلى طريق جمال عبد الناصر. تنفيذ امتداد للنفقين القائمين جنوب مترو أبو قير لربطهم ببعض. دي كانت الصفحة الأولانية. تعالوا نشوف الصفحة التانية معاكم. الصفحة التانية بقى معانا بتقول: ونظرا لأعمال التنفيذ يرجى الالتزام بما يلي اعتبارا من اليوم 2025 غلق كل لشارع محمد نجيب في الاتجاه من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع البكباش العيسوي. الطرق البديلة المقترحة: اتجاه طريق الكورنيش ده رقم 1، شارع مسجد سيدي بشر رقم 2، شارع الإقبال ده رقم 3. غلق كامل لنفق محمد نجيب مع تحويل الحركة المرورية بالكامل إلى شارع ملك حفني قبلي في اتجاه مزلقان فيكتوريا لتسهيل المرحلة الأولى من المشروع.
يعني اتجاه الملك حفني في قبلي هيبقى كله رايح ناحية مزلقان فيكتوريا. تمام. غلق شارع محمد نجيب بالكامل في الاتجاه من شارع الملك حفني بحري إلى شارع جمال عبد الناصر، مع ترك حارة مرورية واحدة يسار الطريق لتيسير حركة المرور. دي اللي هيبقى جاي فيها اللي جاي من فيكتوريا واللي جاي من سيدي بشر وحابب ينزل على جمال عبد الناصر. تمام. بكده يكون انتهى بيان المحافظة، وانتهى البيان بتهيب بالسادة المواطنين الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة والتعاون مع الجهات المعنية حفاظا على سلامة الجميع وتسهيلا لأعمال المشروع القومي، مع الشكر لتفهمكم وتعاونكم. وبكده يكون انتهى البيان بتاع المحافظة. نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير، وإن شاء الله هنتابع معاكم المشروع أول بأول عشان تشوفوا كل التطورات. نشوفكم ان شاء الله على خير، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.